دي الحلقة ال 25 من سلسلة غامبل وبس، والحلقة ال 25 بعنوان الاندماج. بتبدأ الحلقة في المدرسة وبنشوف الشرطي ده بيعلم فصل انايس ازاي لو حد ربطهم بسلاسل يقدروا يفكوها، والمكبس بتاع السلسلة بيعلق وبيقول حد يجي يفك البتاع ده، وبتقوم نيكول داخلة ومستهزئة بالشرطي، وبتطلع تقعد بره وبتستهزأ برضه في اللي قاعدين، وميس سيمون بتطلع تقول لها يلا دورك جه واهدي كده ما تتعصبيش، ونيكول بتقول لها اتعصب ما انا هاديه اهو، وبتخش الفصل وبتقعد تغني وبتعمل حركات انما قال بهلوان يكسل يعملها، فبتقوم انايس فاصله الاغاني وقايله لها خلاص بقى انت احرجتني قدام زمايلي كلهم بالله عليك اسكتي، فبتقوم نيكول قايله لها ماشي براحتك، وبتدخل تعيط في الحمام، وبتسمع حد كمان بيعيط معاها وبتطلع يوكي وبتقول لها عرض التقديم بتاعك ما عجبش بنتك صح، ونيكول بتقول لها ايوه زي ما هو ما عجبش اللي انت عملتيه مع بنتك كده، وبيقوموا متحولين على بعض بس مره واحده بيهدوا وبيقولوا بناتنا بيكرهونا، وفجاه بيفتكروا كلام المعلم بتاعهم سينسي انهم قبل ما يتخانقوا مع بعض كانوا قوه واحده مندمجه في شخص واحد، وبيقرروا انهم يرجعوا ايام زمان وبيتحدوا بالراس زي انمي كده مشهور خدت بالك. وانايس بتروح تسال مسامي عن مامتها بس مسامي بتقول لها بعد التقديم الفاشل بتاعهم هما الاثنين مش عارفه راحوا فين، وفجاه بيظهر النوكو شيدا هو ده على فكره اسمهم، وبيقولوا احنا هنثبت قوتنا للعالم، بس بيكون انايس ومسامي مش طايقين حتى نفسهم، وبدل ما يظبطوا الوضع بيفشلوا اكتر، وفي الاخر انايس بتجيب اخرها وبتقول خلاص بقى، ونيكو شيدا يا جماعه بالله عليكم نغير الاسم ده هسميه مثلا كل شيدا بدل ماشي. المهم يعني كل شيدا بتقول ايه رايكم بقوه امهاتكم، وانايس بتقول لها انت لو عايزين ننبهر مش هتعملي كده، وكل شيدا بتقول اعمل ايه انتوا مش شايفين طابور زمايلكم ده كلهم مندهشين من جمال قوتنا، وانايس بتقول لها ده طابور العياده العيال انتوا طلعتوا ميه استغفر الله العظيم يا رب، ومستر بروم بيخش بكل ثقته وبيقول لهم ممكن بس تبطلوا تعملوا الحاجات دي، فبتقوم كل شيدا متعصبه اكتر، ويعني مستر بروم وجامبل ودارون في عالم موازي. جامبل بص يا اسطى امك عامله ازاي بطل، وبيقدروا انايس ومسامي يندمجوا هم كمان وبيطلعوا بالشكل البطيخي ده. جامبل لحظه وعلى اي حد يعمل كده يلا لا داروين الف سين راسي يا ابني، وبتبدا خناقه بين كل شيدا وكل البطيخه، وميس سيميون بتكون عماله تراقبهم، وبتبقى الخناقه عباره عن لعبه انمي كده كلنا عارفينها، ولسه كل شيدا هتخلص عليهم بيقولوا متاكدين انكم بامهاتنا، وفجاه نيكول ويوشيدا بيفتكروا ايام زمان لما كانت امهاتهم بيهزقوهم وبيحسوا بالذنب وبينقذوهم عند اخر لحظه وبيتاسفوا لهم وبيرجعوا لطبيعتهم، بس ميس سيميون بتقول لهم مش بالسرعه دي، وبيقوموا مندمجين كلهم في بعض وبيطلعوا بالشكل ده، وميس سيميون بتضحك وبترجعهم تاني، وبنعرف بقى ان ميس سيميون دي طلعت مش سهله زي ما احنا فاكرين، وبتدي كل واحد فيهم نجمه وبتطير، ونيكول ويوشيدا بيتاسفوا لعيالهم وبيرجعوا لبعض، وجامبل بيقول لداروين يلا يلا اظن عرفنا الحركه الف ب س اطلع مراسي يا ابن